لو عندك جيركن بلاستيك كبير كده بجد الفكرة دي هتعجبك جدا وسهلة ومش هتحتاجي اي خامات من بره، كلها حاجات من البيت. هنشيل الجزء بتاع بق الجيركن كده بالجنب كله، وهنحتفظ بالجزء اللي فيه اليد اللي هو الواسع اللي تحت ده، ونعمل له كفر كده من جوه. عملت كيس قماش عادي جدا على قد طوله، يعني قماشه تنيتها نصين وقفلتها من الجناب بس زي ما انت شايفه، ودخلتها فيه وثبتها على الاحرف بالشمع. قطعه القماشه اللي انا غلفتها بيه من بره استخدمتها كده، دخلتها من تحت اليد بالظبط علشان انا عايزه اليد تبقى بره كده وباينه، وبدات اثبتها على الجناب وقفلت الطرفين على بعض. وهنا كنت بشد كل الزيادات بتاعه القماش على القاعده. في الاخر خالص ثبت قطعه القماش دي على القاعده من بره علشان اداري اي ديفوهات حصلت وانا بلزق القماش، وقصيت الزيادات كده بالمقص. وبعد كده استخدمت الكلفه دي، كانت عندي في ملابس قديمه، يعني ممكن تستخرجي اي قطعه قماش تزيني بيها حتى لو هتعمليها كده مكشكشه. وده شريط من القماش عادي خالص، بدأت أغلف بيه اليد بالشكل ده عن طريق ان انا هلفها عليها وهثبتها في الاول والاخر بالشمع. حطيت لها فيونكة كده بسيطة او وردة عملتها من قماشة تل صغيرة كانت عندي. وبس كده منظم حلو جدا للكاليك الشتا، حطيه في الدولاب منظم رائع.